السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأسرع كفتة ممكن تعمليها. تعالوا نشوفوا الطريقة ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهون كويسة يعني 20% كده. بعد كده هنزل عليها ببصلتين مفرومين ناعم واصفيهم كويس من المية. نزلت عليهم بالتوابل، ملح وفلفل اسود، بابريكا، بهارات كفتة وبيضة، وكمان نص كوباية من البقسماط. هقلب واخلط كويس جدا اللحمة، وبعد كده هشيلها في التلاجة لمدة نص ساعة. هجيب بقى شوية خضار كده، فلفل اخضر واحمر وبصل، كله ترانشات كده زي ما احنا شايفين. هنزل بيهم في الصينية اللي هعمل فيها الكفتة، وانزل عليها بشوية ملح وفلفل اسود. اخلطيهم كويس جدا وافرديهم. وهاتي بقى يا ست البنات الكفتة اللي احنا حاطينها في التلاجة، وابدأي شكليها. شوية زيت مع مية البصل، وابدأي شكلي وحطي في الصينية من غير سياخ ولا اي حاجة. هتشكلي عادي خالص زي ما احنا شايفين كده. في الفترة دي هتكوني مجهزة الفرن على درجة حرارة فوق المتوسطة، علشان انا عايزة الكفتة لما تدخل ما تنزلش السوائل اللي فيها. شايفين؟ اسهل واسرع كفتة ممكن تعمليها في ثواني. هشكل الكمية كلها كده زي ما احنا شايفين. واهم حاجة قلناها قبل كده مع بعض، في اي نوع من انواع الكفتة لازم تكون معجونة كويس جدا، علشان الكفتة تطلع متماسكة معانا وما تفكش مننا. هخلص الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى احط لها نص كوباية من المية او ربع كوباية من المية. والمية دي ليه؟ عشان تسويلي الخضار بس اللي تحت الكفتة. هدخلها على الشبكة في النص اول ربع ساعة. اول ما تغلي هبدأ اوطي عليها واسيبها خالص لحد ما تستوي. هيطلع معاكي كفتة حكاية، ما خدتش منك وقت، وكمان ما خدتش مننا مكونات كتير، وخلصناها في ثواني. شايفين الجمال؟ من غير ما اغطيها ولا اي حاجة. والخضار بقى ده مشوي وطعمه رهيب. حبايبي جربوا الطريقة السهلة البسيطة دي، انا متأكدة جدا انها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.